حكاية فيلمنا النهاردة عن زوجين بيسافروا يشتغلوا في قرية معزولة علشان يسددوا ديونهم، ولكنهم بيلاقوا نفسهم في مواجهة قرية مليانة سحر اسود وجثث بتطاردهم. بيبدأ فيلمنا مع واحد اسمه بيمو، هو قاعد بيبص لكشف رصيده في البنك بقلق، وأول ما بيشوف ساري مراته خارجة بيخبيه بسرعة، وبتكون ساري واضح عليها الزعل لأنهم هيسافروا لقرية تانية علشان بيمو يشتغل فيها مدرس، وبيفضلوا قاعدين قدام البيت مستنيين طرنه الشخص اللي هيسفرهم. ولما بيجي بيركبهم العربية على طول وبيعرفهم على جوناي السواق. ولما بيتحركوا ساري بتنام وبتوصل رسائل لبيمو وبتكون عبارة عن إنذار لسداد الديون اللي عليه، وبيكون مبلغ كبير جدا، وبيكون هو ده اللي مسبب له القلق. وبيلاحظ جوناي قلقه وبيسأله هو ليه هيشتغل في قرية تابة، وبيحذره من أهل القرية وبيقول له إنها حصل فيها فيضان من فترة طويلة ومات بسببه أشخاص كتير جدا، وإن من وقتها الناس بتهرب منها. وبيقول له ينام لأنهم هيدخلوا الغابة وطريقهم لسه طويل. وبينام بيمو فعلا، ولكن ساري بتصحى وبتشوف ضوء أحمر غريب فبتخاف منه وبتستغرب هو إيه، وبتفضل تبص حواليها وبيرجع الضوء تاني وبيقرب من شباك العربية وبيكون راس شبح شكله مخيف، فبتخاف ساري وبتصحي بيمو ولكنه ما بيلاقيش أي حاجة. ولما بتسأل جوناي وطرنه بيقولوا إنهم ما شافوش حاجة، ولكن بيكون واضح عليهم إنهم خايفين وبيكذبوا. فبيقول لها بيمو إنها بتتخيل من التعب وبيطلب منها ترتاح، ولكنها بتحس بدوخة وبتطلب منهم يوقفوا العربية، وبتنزل من العربية فعلا. وبيقول لها طرنه إنها تتعود على المكان ده في خلال أسبوع، وبيخاف بيمو عليها وبيطلب منها ترجع تقعد في بيت عمتها، ولكنها بترفض وبتقوله إنها مش هتسيبه لوحده، وبتاخده علشان يركبوا العربية. ولكن قبل ما يركبوا بيشوفوا حاجة بتتحرك ورا الشجر، فبيخافوا بينادوا على طرنه وجوناي، وأول ما بيشوفوا اللي ورا الشجر بيصرخوا وبيقولوا إن ده تابوت، وبيركبوا العربية بسرعة ولكنها ما بتتحركش. فبيسألهم جوناي لو كان معاهم أكل، فبتديله ساري الأكل اللي حضرته للطريق، ولما بياخدوا منها بيرميه قدام التابوت وبتتحرك العربية بسرعة. ولما بيمشوا بيتفتح التابوت وبتخرج منه إيد مخيفة وبتاخد الأكل. وتاني يوم بيقعدوا في استراحة وبتكون ساري لسه خايفة، فبيقول لها جوناي ما تخافش لأن ده بيحصل هنا على طول، لأن الناس في القرية ما بتدفنش التوابيت اللي فيها الجثث ولكنها بتسيبها في الغابة، وإن الجثث اللي جواها سحر أسود هي اللي بتخرج من توابيتها وبتهاجم الناس علشان يكونوا ضحية جديدة ليها. وقبل ما يكملوا كلامهم بيوصل الأكل فبياكلوا علشان يركبوا المركب اللي هتكمل بيهم الطريق. ولما بيخلصوا بتكلم ساري عمتها وبيكلم بيمو والدته وبيطمنوهم إنهم كويسين وبيودعوهم وبيقفلوا. وقبل ما يركبوا المركب بيوعد بيمو ساري إنه مش هيغلط نفس الغلط تاني وهيسدد كل ديونهم، وبيطلب منها تثق فيها علشان يبدأوا حياة جديدة. ولكن قبل ما ترد ساري عليه بينادي عليه شخص غريب وبيقوله إن اسمه تنجن مدرس معاه في المدرسة، وبيعرفوا على إمبونج سكرتير رئيس القرية، وبيعرفوه إن رئيس القرية طلب منهم يوصلوه بالمركب بتاعه، وبياخدهم إمبونج. ولكن تنجن بيرفض يروح معاهم وبيقول لهم إنه عنده شغل في مكان تاني. ولما بيمشوا بيسأل طرنه عن الرحلة وبيقول إنه كان مستنيهم من زمان وواضح عليه إنه وراه سر كبير. وبيوصل أمينبونج بيمو وساري لرصيف القرية وبيطلب منهم يكملوا الطريق لوحدهم لحد ما يوصلوا للمدرسة. وبيكون الطريق مخيف وبيقابلوا فيه توابيت كتيرة وبتخاف ساري منهم، ولكن بيمو بيطلب منها ما تبصلهمش وتكمل مشي. ولما بيقابلوا شخص بيتكلموا معاه وبيسألوه عن عنوان المدرسة ولكنه ما بيردش عليهم، وبيجي واحد تاني وبيشاور لهم على مكان المدرسة. ولما بيوصلوا للمدرسة بيقابلوا كاسنو مدير المدرسة وبيديلهم فاكهة هدية وبيرحب بيهم وبيوريهم المكان اللي هيسكنوا فيه، وبيعرفهم إن مفيش كهرباء في القرية وإن المدرسة ما فيهاش غير 7 طلاب بس لأن معظم الأطفال ماتوا في الفيضان، وإن الباقيين ماتوا بسبب الأمراض اللي اتنشرت بعد كده، ومعظم السكان هاجروا وسابوا القرية. وبيعرض على ساري تحاول تدرس مع بيمو علشان ما تفضلش لوحدها طول الوقت، وبياخد باقي أكله وبيرميه قدام الكوخ وبيقول لهم إن كل سكان القرية بيعملوا كده بعد الأكل. وقبل ما يمشي بيعرف بيمو إنه ممكن يستخدم مركب رئيس القرية كل 3 أيام علشان يسافروا بيه ويشتروا احتياجاتهم، وإنه ساعتها يقدر يشحن التليفون ويتواصل مع أهله. وبتكون ساري بتنظف الأطباق لوحدها وفجأة بتشوف الفاكهة بتتحرك على الأرض لوحدها، ولما بتمسكها بتظهر واحدة من الشباك بتبص عليها. وفي نفس الوقت ده بيسأل بيمو كاسنو عن الشخصين اللي قابلهم في الطريق،
فبيقول له كاسنو إن اسمهم بوي وتنبي، وبيعرفوا إن أهل القرية بيخافوا منهم وبيتجنبوهم، وإنهم معتقدين إن تنبي بتمارس السحر الأسود وهي السبب في الفيضان، وبيقول له إن الوقت اتأخر وبيمشي. ولما بيناموا بيصحى بيمو على صوت خبط، ولما بيحاول يعرف الصوت جاي منين بيشوف حاجة بتتحرك بسرعة وبيخبط الباب فجأة وبتصحى ساري على صوته. ولما بيفتحوا بتكون تنبي وبتدخل وبتقرب من ساري بشكل غريب، وبتحط ايديها على بطنها وبتغني أغنية وبتمشي. وتاني يوم بيكونوا قلقانين، ولكن كاسنو بيطمنهم وبياخدهم للمدرسة، وهناك بيعرفهم على باقي زمايلهم أنكا وشاهين، وكمان بيتعرفوا على الطلاب، وبتاخد ساري 3 طلاب منهم وبتروح معاهم الفصل. ولكنها لما بتبدأ تشرح بتشوف أرواح الأطفال اللي ماتوا بينادوا عليها في الفصل، وبتكون خايفة جدا وبتفوق على صوت الطالب هنجاك، وبيكون بيديها تميمة هدية لبيتهم علشان تحميهم. ولما بتاخدها منه بتلاقي تنبي واقفة بره تراقبها، ولما بترجع البيت بتعلق التميمة اللي أخدتها من هنجاك، وبتكون قلقانة جدا وبتحكي لبيمو عن اللي حصل، ولكنه بيقول لها إنها بس محتاجة ترتاح، وبيعرفها إنه خارج وبيمشي. وبعد شوية بتسمع ساري صوته وبتشوف خيال بيمو على الستارة، وبتفضل تنادي عليه ولكنه ما بيردش. ولما بترفع الستارة ما بتلاقيش حد وراها. وبالليل بترمي أكل قدام البيت زي ما كاسنو علمها، وبتقول لبيمو إنها حاسة إن في حد بيراقبهم، فبيطمنها وبيقول لها إن كل ده علشان هم جداد في القرية وكل الناس مركزة معاهم، وبيقول لها إنهم مش هيحصل لهم أي مشاكل طالما بيحترموا أهل القرية. وتاني يوم في المدرسة بتلاحظ ساري إسورة غريبة في إيد طالب اسمه بسال، ولما بتسأله عنها بيقول لها إنها تميمة من جذور الخشب أخدها من تنجن. ولكن قبل ما يكمل كلامه زميله بيوقفه وبيخليه يسكت وبيشاور على تنبي. وفجأة بيسمعوا صوت صراخ، فبيدخلوا الفصل بسرعة وبيلاقوا طالبة اسمها ماينج فوق السقف. ولما بيقف بيمو فوق الكرسي علشان يساعدها بيلاقيها بتصرخ في وشه بشكل مخيف، فبيقع على الأرض. وفجأة بيسمع صريخ ساري فبيروح لها بسرعة، وبيلاقيها محبوسة في الفصل وماينج بتقرب منها وهي عليها دم، وبتفضل تشاور على بطنها وبتقول إن جواها قربان لحد ما ساري بتفقد وعيها. وماينج ساعتها هي كمان بتقع على الأرض، وبيقدر بيمو يدخل الفصل، وبتقول له ساري إن بطنها وجعاها وبيغمى عليها. ولما بيرجعوا البيت بتسمع ساري صوت خبط وبيتفتح الشباك لوحده، وبتقع التميمة على الأرض. ولما بتقرب منها ساري وبتمسكها بتلاقي راس شبح قدامها، وبتفضل تصرخ في وشها، فبتقع ساري على الأرض وبتصرخ. ولما بيروح لها بيمو ما بيلاقيش أي حاجة. وتاني يوم بيروح كاسنو وشاهين لبيمو وبيعرفوه إن المدرسة مش هتتفتح علشان الطلاب خايفين من اللي حصل امبارح. ولما بيقول لهم عن اللي ساري شافته بيغير كاسنو الموضوع وبيقول لهم إن رئيس القرية عايز يشوفهم. ولما بيروحوا لبيته بتعرفهم أوسو مراته إنه مع الشمان مينا مستنيهم. ولما بيدخلوا بتمسك مينا إيد ساري وبتقول لها إنها حامل. وأول ما بتقول كده بيقول أمنبونج إنها شر على القرية، وبتقول لهم مينا إن أهل القرية مؤمنين بنبوءة بتقول إن في واحدة من جزيرة تانية هتيجي قريتهم، وإن الست دي هتحمل علشان تخلف الجنين الأحمر، وإن في شمان هيستخدمه علشان يتحول من كاينج لشيطان كامل. وبتقول لها إن تنبي كانت متوقعة وصولها، ولكنها بتوعدها إنها تحميها منها وبتديها ورق نبات لأمنبونج، وبتطلب منه يجهزه. وفجأة بتفقد ساري وعيها وبتتحرك على الأرض بشكل غريب، ولما بترفع وشها بيكون أسود وكأنها بقت شبح وبتصرخ بصوت مخيف، وبتحاول تهرب، ولكن بيمو بيمسكها وبيسيطر مينا عليها، وبتشربها المشروب اللي حضره أمبونج وبترجعها لطبيعتها، ولكنها بتفضل فاقدة الوعي. وبيقول أمنبونج الرئيس القرية إنهم لازم يتخلصوا من تنبي قبل ما تتحول لشيطان وتدمرهم، ولكن رئيس القرية بيرفض يأذيها وبيقول له إن مينا هتساعدهم، ولكنه بيطلب منه يطردها من القرية على الأقل. فبيقول له كاسنو إنهم مش معاهم أي دليل ضدها علشان يعملوا كده، وبيدخل ياخد بيمو وساري علشان يرجعهم بيتهم. وبيقول لأوسو إن جوزها وأمنبونج راحوا لبيت تنبي. ولما بيروح بيمو وساري لبيتهم بيروح تنجن يتكلم مع كاسنو وبيقول له إن أكيد الشيطان اللي مس ماينج قوي جدا، لأن كل وسائل الحماية اللي استخدمها عليها ما حمتهاش منه. وبيروح له بيمو وبيطلب منه يدي اسوره من الخشب لساري لانها ممسوسه، ولكن تنجن بيقول له انها مش معاه، ولكنه بيوعده انه هيعمل له واحده. فبيقول له كاسنو يديله التميمه اللي معاه، ولكن تنجن بيطلعها وبيقول انها مش تميمه ولكنها شعر كيونج، وبيعرفهم ان لما كيونج صاحب الشعر بيقرب منه كيونج الشعر بيتحرك لوحده، وبيقول له ان مراته وبنته ماتوا بسبب الكيونج ده وهو محتفظ بشعره علشان ينتقم من اللي قتلهم.
وبيخاف بيمو من كلامه وبيدخل يجهز شنطة ساري وبيقول لها إنها لازم تسافر من هنا وبيعرفها إن تنجن بيجهز المركب، ولكن تنجن بيرجع يخبط عليه وبيعرفه إن المركب عطل ومش هيقدروا يتحركوا بيه، وبيحذره علشان ما يخرجش من البيت لأي سبب لحد النهار ما يطلع، وبيقوله إنه هيحط حاجات حوالين البيت تحميهم وبيمشي. ولكن بيمو ما بيعرفش ينام وبيفضل يسمع صوت خبط قوي جدا، فبياخد ساري وبيقول لها إنهم لازم يهربوا، ولكن صوت الخبط بيتحول لصوت صراخ قوي جدا وفجأة بيختفي. وأول ما بيطلع النهار بياخد بيمو ساري علشان يسافروا، ولكنه بيلاقي المركب محروق، وبيقول شاهين إن في حد حرقه متعمد، وبتشوف ساري تنبي واقفة بتبص عليها، وبعد كده بتختفي. وبيفضل أهل القرية يصرخوا من الألم، وبيفضل بيمو يدور على مراته مع كسنو وأنكا ولكنهم ما بيلاقوهاش في أي مكان، وبيفضل بيمو حاسس بالذنب لأن هو اللي جابها للقرية دي. وبيشوف ماينج واقفة بتبص عليه فبيروح لها بسرعة وبيسألها عن مكانها، فبتشاور له على مكان جنبهم، وبيلاقي هناك لبسها ومعاه اسورة أمبونج. وبيسأل كسنو عن مكان بيته فبيروح له بسرعة، وبيروح كسنو وأنكا لمينا علشان تلحق اللي هيحصل. وبيروح بيمو لبيت أمنبونج ولكنه بيقول له إنه ما يعرفش مكانها، ولكن بيمو ما بيصدقهوش وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض لحد ما بتوصل مينا وبتوقفهم. فبيطلع بيمو الإسورة وبيقول لأمنبونج إنه لقى الإسورة دي مع هدوم ساري، ولكن أمنبونج بيطلع الإسورة وبيقول له إن الإسورة بتاعته لسه معاه. فبيفتكر بيمو إنه شاف الإسورة دي في إيد تنجن وبيكون هيروح له، ولكن مينا بتوقفه وبتقول له إن أكيد هو اللي حرق المركب وإن تنبي هي اللي خلته يعمل كده، وبتطلب منه ياخدها للمكان اللي لقى فيه الإسورة. وبتفضل تعمل طقوس غريبة لحد ما بتظهر علامة بتدل على مكان ساري، وبتطلب من شاهين يجمع أهل القرية علشان يروحوا يساعدوها بسرعة. وبيفضلوا يدوروا عليها في الغابة لحد ما بيشوفوا كويانج تنبي طاير فوقهم وبيجروا وراه، ولكن بيمو بينفصل عنهم وبتطلب مينا من الباقيين يدوروا عليه بسرعة. وبيسمع بيمو صوت ساري وبيجري عليها وبيلاقيها تعبانة ومش قادرة تتحرك، ولما بيوصل باقي أهل القرية بياخدوهم وبيودوها لبيت مينا، وبتقول لهم مينا إنها لازم تحميها من كويانج تنبي، وبتخلي شاهين يحط تمايم حوالين البيت علشان تنبي ما تقدرش توصل لها. وبتفضل تنبي تصرخ بصوت عالي وتدور عليها فعلا، ولكنها ما بتقدرش تدخل البيت. ولما ساري بتفوق بتقول إن تنجن هو اللي خطفها وإن تنبي قالت لها إنها تعبت ولازم ترتاح. وبيقول رئيس القرية إنه هيطرد تنبي وجوزها، ولكن مينا بتمنعه وبتقول له إن تنبي دلوقتي أقوى منهم بكتير ومش هيقدروا عليها، وبتقول لهم إن بيمو هو الشخص الوحيد اللي يقدر يقتلها وبتديله خنجر، وبتقول له يقتلها لما تنفصل راسها عن جسمها وتتحول لكيانج. وبيودع بيمو ساري وبيروح مع كسنو ورئيس القرية علشان يدوروا عليها، وبيسيبوا ساري مع مينا، وبتحط مينا ايديها على ساري وبتقول التعويذة علشان تعرف تنبي عملت لها ايه. ولما بتشوفها وهي بتحط ايديها على بطنها بتخاف. ولما بيروح بيمو لبيت تنبي ما بيقدروش يأذوها، وبيقول لهم بوي ان تنبي كانت بتحاول تحمي ساري وطفلها. وفي نفس الوقت ده بتفضل مينا تعمل طقوس وبتطلع تعويذة حماية من بطن ساري. وبيكمل بوي كلامه وبيقول لبيمو ان تنبي وثقت في مينا وعلمتها كل حاجة ولكنها خانتها. وفي نفس الوقت ده بتكون مينا اتغيرت وبتقرب من ساري وبتقول لها انهم اخيرا بقوا لوحدهم ومفيش حد هيحميها منها، وبتكون هي اللي عايزة تحقق النبوءة وتتحول لشيطان. وعند بيمو بتتحول تنبي لكيانج وبتنفصل راسها عن جسمها، وبتقرب من بيمو وبتقول له ان مينا هي اللي محتاجة طفل ساري علشان تتحول لشيطان كامل. وبتبدأ مينا في الطقوس فعلا، وبطن ساري بتكبر بسرعة وبتصرخ تنبي، وبتقول لبيمو ينقذ مراته وابنه قبل فوات الأوان وبتخرج من البيت. وعند مينا بيكتشف شاهين إن التمام اللي حوالين البيت اختفت، ولما بيقول لأمنبونج بيجي تنجن من وراه وبيهدده بالسكينة وبيقول لهم إن تنبي هي اللي طلبت منه ياخدها، وبيقول لهم إن تنبي هي اللي كانت بتحمي قريتهم طول الوقت وإن مينا هي الكوانج الشرير. وبيطلع الشعر اللي معاه وبيقول لهم إنه هيثبت لهم كلامه. ولما بيبص أمنبونج ما بين الخشب على اللي بيحصل في الكوخ بتخرج مينا وبتقطع رقبته وبتقول لهم إنهم بيقطعوا طقوسها. وبتقرب من تنجن وبتقول له إن مراته وابنه ادولها قوة كبيرة وبتجرحه بالسكينة وبتدخل تكمل الطقوس، ولكن تنبي بتعطلها وبتولع في المكان وبتخلي مينا تتحول لكيانج. ولما بيوصل بيمو وبيشوف النار بيعتقد إن مراته ماتت، ولما تنجن بينادي عليه بيهجم عليه وبيضربه لأنه خاين، ولكن تنجن بيشاور له على ساري وبيديله شعر مينا وبيقول له إنه لازم يتخلص من جثتها قبل ما تتحول لإنسان مرة تانية. وبياخد بيمو الشعر وبيدور عليها ولكنها بتفضل توقعه على الأرض لأنها أقوى منه.
وبيكون بيمو مش عارف يعمل ايه وبيفضل يمشي في الغابة لحد ما بيشوف جسم مينا وبيحاول يتخلص منه في النار، ولكن في توابيت مليانة سحر اسود بتتفتح وبتهاجمه، وفي النهاية بيقدر يقاومهم وبيسحب جسم مينا من على الأرض لحد ما بيحطه في النار وبتعرس مينا على الأرض، وبيقول له تنجن يدمر قلبها علشان تموت للأبد. فبيمسك حجر وبيفضل يضرب فيه لحد ما ساري بتوقفه وبتبص عليهم تنبي من بعيد وبتمشي. وبعد 6 شهور بتشوف ساري وبيمو في المدرسة وعندهم طلاب كتير، وبيقول بيمو لساري إن في ممرضة هتيجي للقرية ومش هتضطر تسافر تاني علشان تتابع الحمل. وبيبص عليهم تنبي وبوي من الشباك لحد ما بيجي كاسنو يبلغهم إنهم ماتوا في بيتهم، فبيبص بيمو وساري على مكانهم تاني وكأنهم بيودعوهم. ولحد هنا بينتهي فيلمنا النهاردة، وبنتعلم منه إن السحر الأسود ما بيجيش وراه غير الشر. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا إيه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها لك.